متلازمة النفق الرسغي هي حالة يتم فيها ضغط العصب الوسطي، وهو أحد الأعصاب التي تغذي يدنا، في المعصم بسبب نمو الأنسجة الزائد لأسباب مختلفة. الأعراض الأكثر شيوعًا التي يعاني منها المرضى في متلازمة النفق الرسغي هي الألم والخدر في توزيع العصب الوسطي، وهذا يحدث بشكل خاص في الإبهام والسبابة والإصبع الأوسط. تصبح عضلات الإبهام والسبابة ضعيفة بحيث لا يستطيع المرضى الإمساك بالقلم أو زر القميص. تصبح هذه الأمور صعبة التنفيذ. كما ذكرت سابقا، فإن متلازمة النفق الرسغي تحدث بسبب ضغط العصب الوسطي في المعصم. عدد معين من الأشخاص يكونون عرضة لهذا، خاصة النساء الحوامل والذين يعانون من اضطرابات الغدة الدرقية مثل قصور الغدة الدرقية، والذين يعانون من بعض الاضطرابات الهرمونية، والذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي. ومؤخرا رأينا متلازمة النفق الرسغي في مثل محترف البرمجيات الذين يستخدمون الفأرة كثيرا. لذا فإن المعصم يستند باستمرار على وسادة الفأرة، مما يسبب ضغطا على العصب في المعصم، وهذا يؤدي إلى متلازمة النفق الرسغي. يتم تشخيص متلازمة النفق الرسغي بشكل أساسي من خلال الفحص السريري، بالإضافة إلى اختبار بسيط يعرف أيضا بدراسة توصيل الأعصاب. وبمجرد أن يتم تأكيد التشخيص، تتوفر خيارات علاجية مختلفة لمتلازمة النفق الرسغي. في البداية نطلب من المريض تجنب جميع الأنشطة التي تزيد من الألم. على سبيل المثال، يجب التوقف عن استخدام الفأرة أو يجب عليهم استخدام وسادة مناسبة. عند استخدام الفأرة، يجب عليهم عدم القيام بأعمال ثقيلة أو رفع أوزان ثقيلة بتلك اليد. تجنب استخدام تلك اليد لبعض الوقت حتى يخف الألم. استخدام جبائر المعصم خاصة أثناء الليل عندما يكونون نائمين قد ساعد أيضا العديد من المرضى بشكل عرضي. بعض الأدوية مثل الأدوية المضادة للالتهابات وبعض الحقن مثل حقن الستيرويد أو حقن التخدير داخل المعصم يمكن أن تساعد في تقليل الألم في متلازمة النفق الرسغي. بعض المرضى الذين تكون لديهم ضغوط شديدة جدا ولا تساعد كل هذه الإجراءات، نحتاج إلى إجراء جراحة لهؤلاء المرضى، وهي إجراء بسيط يتم تحت التخدير الموضعي. نقوم بعمل قطع صغير في المعصم ويتم تحرير العصب من الضغط عليه، واليوم مع توفر الميكروسكوب والمنظار يمكن أن يتم ذلك بطريقة أقل تدخلاً، بطريقة طفيفة التوغل. الجراحة لمتلازمة النفق الرسغي تعرف بإطلاق النفق الرسغي، وكما ذكرت يمكن إجراؤها تحت التخدير الموضعي كإجراء يومي، ويمكن للمريض الخروج في نفس اليوم.